ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. البسارية، البسارية وما أدراكم من البسارية. طبعا بقى بصوا، هي شكلها كان عامل كده. طبعا الأول هنقول صلوا على النبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بوريكم دلوقتي معانا كركم و3 معالق من الملح ومعلقة صغيرة من الشطة. لو عايزة تستبدلي الكركم، لا قصدي يا ربي بابريكا، إيه اللي انا بقوله ده؟ بابريكا، معلقة من البابريكا. ولو عايزة تستبدلي البابريكا بالكركم برضو بتبقى جميلة وبتخليها ريحتها حلوة. وعلى كل كيلو من البسارية 3 معالق ملح فقط. هنخلطهم بقى على بعض. انا دلوقتي عندي البابريكا اللي هي تخلي البسارية لونها احمر، تمام. ولو استبدلناه بالكركم هيبقى جميل جدا. طبعا هي بصوا شكلها عامل كده لان انا مبيتها من امبارح تصفيه، غسلتها بس معلش ما امكنش ان انا اعرف اصورها لكم وانا بغسل لاني ما كانش في حد بيصورني موجود، يعني العيال كانوا في الدروس. صليتوا على النبي. بس فانا سايبه، عايزه اقول لكم من امبارح. طبعا انا بسجل دلوقتي ده الكلام ده من حوالي قولوا كده 6 ايام، يعني انا لسه فاتحه لها امبارح مش النهارده كمان. فالمفروض ان انا كنت افتح لها بعد 4 ايام، حتى انا مشاوره لكم في الفيديو ان انا هفتح بعد 4 ايام، ما امكنش ففتحت بعد 5 ايام. طبعا زي ما انتم شايفين كده البطرمانات، او عندك طبق بلاستيك كده اللي هو له غطا محكم دون. بس انا قلت اعمل في البطرمانات. طبعا انا برش رشه الاول، ببدو الرشه الاول في القاع البطرمان، وبعدين بحط البسارية ومن كل طبقة برش زي ما انتوا شايفين. بس طبعا الأنسة رنا تصويرها ما يعلم بالله ربنا، ما كانتش بتجيب وانا ببدر. بس انا هقول لكم اهو، بين كل طبقة بروح بضرة شوية ايه الخلطة اللي انا عاملاها دي. يعني احط طبقة كده زي ما انتوا شايفين واروح حاطة طبقة ايه ملح، او لو انتوا تاخدوا بالكم حتى. طبعا انا ما بحبش تصويرها نهائيا، تمام. بس انا بقى وضحت لكم اهو. حط طبقة دي كانت سمكية كبيرة، مش عارفة باين مكرونة دي ولا ايه. المهم يعني ايه، وعايزة اقول لكم طعمها مش حلو. يعني صحيح الحاجة هي ما بتكون يعني بتاعة الحاجة دي طعمها مش حلو وما خللتها. المهم حطينا بقى زي ما انتوا شايفين كده، احط طبقة واضرب واحط بتاع ده. اللهم صل على النبي. بقول لكم واضرب واحط طبقة ملح. وبعدين في الاخر خالص هنحط زيت زي ما انتوا شفتوا كده، غرقتها من الزيت. الزيت ده يا جماعة بيبقى عبارة عن مادة حافظة، طبعا هو والملح، تمام. انا بقى هنزل الهوا كده منها، يعني بصوا هضغط ضغطة كده، نضغط يعني اللي هو ايه، بنطلع الهوا، مش عايزة هوا فيها خالص، تمام. وهنسيبها برا على الرخامة درجة حرارة المطبخ، مش هنحطها في التلاجة، تمام. او زي ما انتوا شايفين كده، بصوا احط طبقة سردين وارجع احط ايه الملح الخلطة اللي احنا عاملينها. قلت لكم استنوا بقى 4 ايام، بس انا ما امكنش والله يا جماعة افتح بعد 4 ايام. ولما فتحت بعد 5 ايام عايزة اقول لكم النتيجة تحفة وهايلة. النتيجة جميلة جدا. انا جيت بقى طبعا دلوقتي فتحت هفتح عليها اهو. ده كان الخامس يوم مش ال4 ايام، ما امكنش زي ما انا قلت لحضراتكم طبعا. طبعا اعملي لي لايك واشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش في القناة عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله، تمام. بصوا بقى، انا بوريكم ان بصوا ده زيت. طبعا لازم تحطي الزيت على الطبقة من فوق خالص اخر حاجة. وطبقة ملح، قلنا نحط طبقة وطبقة ملح، تمام. زي زي ما انتوا شايفين الشكل جميل جدا، وعايزة اقول لكم الطعم تحفة. طبعا اللي ما بيحبش الشطة نصيحة مني ليكوا، يعني اللي ما بيحبش الشطة يستغنى عنها نهائيا، تمام. لانها كانت حراقة، يعني لان البسارية كانت حراقة. اللي هي الناس بيقول عليها بسارية، وفي ناس بيقولوا عليها سردين، وفي ناس بيقولوا عليها ملوحة. طبعا انا فتحت البطرمانين معاكم عشان اوريكم ان ده تمام وده تمام. صليتوا على النبي. الكيلو كان عامل 35 جنيه. انا كنت بجيب الكيلو ده زمان كان بيبقى عامل 15 جنيه، دلوقتي عامل 35 جنيه. طبعا ده بعد الغلا، تمام. هفتح بقى واحدة معاكم دلوقتي هوريها لكم يعني. . 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
بصوا بقى، هفتحها. بصوا بشد الراس، سوري في اللفظ، يعني بتطلع كل حاجة يعني معاها طبعا، انتوا فاهمين. بصوا انا بفتحها، بصوا اللحمة عاملة ازاي، ما شاء الله دايبة خالص، جميلة. ده بعد يعني لو انتي 3 ايام 4 ايام 5 ما تقلقيش، بيبقى احلى، وكل ما بيقعد بيبقى احلى واحلى. احمد عنده برد يا جماعة، ادعوله بالشفا. بصوا انا بقطعها ازاي، بصوا دايبة في ايدي، دايبة. انا بوريها لكم بس، دقتها انا بقى في اللحظة دي، كانت طعمها تحفة بجد يا جماعة. هنقدمها بقى الليمون، بس احنا ما استخدمناش بصل لاني ما كنتش طالب معايا بصل خالص، يعني نقول كانها حوالي العصر كده، وكان شطة معاها. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، ودوسي على علامة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. تمام. بصوا بقى رنا هتدوقها دلوقتي، رنا قالت انا هدوقها معاهم. مش تحط لايك وتشترك في القناة. لا قولوا لهم على الطعم بتاعها كان عامل ازاي. كان واو، بصوا تاكلوا نفسكم وراها. بصوا بتقول لكم بتقول لكم تمام. متنسوش تحطوا اشتراك، تشتركوا في القناة، وتعملوا لايك، تفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلكم. ان شاء الله باذن الله هتعملوا لايك واشتراك لرنا في القناه ان شاء الله، لاني لازم هيبقى لك فانز يا رنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.